لك بقى على سر يغير تفكيرك عن كرة القدم في مصر ل5 سنين قدام. ده منتخب المغرب واللي لسه كسبان كاس العالم للشباب. اما ده بقى كابتن اسامه نبيه مدرب منتخب مصر للشباب، واللي طلع علينا وقال لك انه مستحيل يكسب نيوزيلندا واليابان بسبب فرق الامكانيات. سيبك منه. منتخب المغرب امبارح بيعمل انجاز كبير جدا جدا للكره العربيه، والتاني مره بفوزه بكاس العالم للشباب، وهو اللي طلع علينا قبل كده في كاس العالم 22 وخد مركز رابع كاكبر انجاز في تاريخ الكره العربيه لم يحققه اي فريق من قبله. طبعا مش هوصيك على اللايك والشير والكومنت لان ده اهم حاجه بالنسبه لي وقد ايه هو بيبسطني. تعالى بقى اقول لك على حاجه محدش هيقولها لك خالص في الاعلام وهيخبوها عليك. انت عارف وليد الركراكي دلوقتي في افريقيا عنده اختيارات قد ايه؟ بص معايا كده. واحد عنده منتخب كبير محقق رابع عالم. طب المنتخب الثاني عنده اسماء ولا اروع، يكفي ان اقول لك اقل لاعب فيهم بيلعب اهلي وزمالك وبيراميدز. اثنين عنده منتخب اولمبي واخد مركز ثاني. مش بس كده، لا عنده منتخب شباب واخد كاس العالم للشباب. يعني بالبلدي كده عنده 1 و2 و3 و4. يكفي ان اقول لك ان احسن باك يمين عندك في مصر محمد الشيبي ممكن ما يكونش في الاختيار الاول او الثاني او الثالث، وده بسبب ان عنده وفره كبيره جدا في كل مكان. في الوقت بقى اللي منتخب مصر عندنا بقياده العميد حسام حسن عنده اوبشنات كتير جدا وعنده نجوم ولا اروع ولاعيبه مش هتلاقي زيها في اي مكان. وده طبعا بقى بفضل الاتحاد العالي قوي اللي عندنا والاداره والتنظيم للفرق والمنتخبات وللكره المصريه بشكل عام. انا بهزر طبعا، الكلام ده مش حقيقي. عزيزي المستمع انا ما بحبش اضحك عليك. بص يا معلم، احنا عندنا في منتخب مصر باك يمين اسمه محمد هاني، الناس هريه تريقه، كل ماتش بيطلع يتريق عليه 1 و2 و10، ومع ذلك لما بيتصاب بتقعد تعد الايام والليالي اللي يرجع فيها لانك ما عندكش بديل ليه. طب خد بقى التقيله، اسطوره الزمالك كابتن شيكابالا. كابتن شيكابالا طلع عليه القاب كتير جدا زي المرحوم والميت وعارف كل ده ليه؟ لانه فضل يلعب لانه ملوش بديل لحد سن ال 40 سنه. وخد بقى التقيله يا معلم، عبد الله السعيد مقدم على المعاش ولسه بيلعب كوره لحد دلوقتي. والله زي ما بقول لك كده، 41 سنه وملوش بديل في مصر وبيفكر يتضم لمنتخب مصر في افريقيا، وهو ده الحل اللي احنا وصلنا له. ولا طبعا عملاق الكوميديا الكابتن قفشه اللي لما بيستلم كوره ويفكر يلف بيها تحس انه بيلف مقطوره من على المحور. بعيد عن الهزار، هو بجد برافو جدا جدا لمنظومه فوزي اللقشع اللي قدرت توصل بالمنتخبات لاعلى درجات ممكن تفكر فيها. لدرجه بقى يا معلم انك لو سمعت ان المنتخب المغربي مرشح للفوز بكاس العالم 2030 صدق المعلومه. وعلى فكره الموضوع بسيط جدا، هم ما عملوش اختراع، هم كل اللي عملوه هات واحد بيفهم حطه في المكان الصح اديله الادوات وشوف احلى نتيجه. الحكايه سهله جدا، بس احنا بقى ما بنعملش الصح، لا احنا بنحب نبص بره الصندوق وبره بره بره الصندوق خالص لحد ما احنا والصندوق بقينا بره خالص. بس احنا كمصريين نسكت؟ لا طبعا. في الوقت اللي منتخب المغرب بيفوز بكاس العالم للشباب، منتخب تونس الطاوله بيطل علينا باحسن لقطه قدام العالم كله. طلع علينا 2 من لاعبي المنتخب، عمر عصر ومحمود اشرف حلمي، والاثنين بيتخانقوا مع بعض قدام الكاميرا وقدام الناس كلها. واللي ما يعرفش بقى مين محمود اشرف حلمي فهو ابن رئيس الاتحاد كابتن اشرف حلمي، واللي بالمناسبه المدرب السابق كان اخو رئيس الاتحاد السابق برضه. وطبعا دلوقتي هتقول لي عادي الراجل جامد ولاعيب وفاهم ونزاهه والهري اللي احنا بنثبت بيه نفسنا ده. بص يا صاحبي، تصنيف محمود اشرف حلمي على مستوى مصر ال 24، يعني في قبليه حوالي 18 واحد. تقدر تقول لي هو عدى كل ده ازاي وازاي انضم للمنتخب؟ المصيبه بقى ان كابتن اشرف حلمي ذات نفسه طلع علينا مع الاستاذ الاعلامي ابراهيم فايق وعمل مداخله للتاريخ. ساله الكابتن ابراهيم سؤال مهم جدا، قال له ازاي منتخب مصر يطلع من غير معد بدني وازاي يطلع من غير دكتور؟ رد عليه الاستاذ اشرف بكل احترافيه وقال له ايه بقى؟ قال له هم من قبل ما اجي اصلا وهم ما عندهمش دكتور ولا معد بدني. وده بقى ان دل بيدل على الامانه والنزاهه فعلا للراجل ده. ليه بقى؟ تعال اقول لك، لان هو زي ما بيستلم منك زي ما بيسلمك، لا بيضيف حاجه ولا بيشيل اي حاجه. كل ما في الامر ان هو بيقبض شويه فلوس على فتره النقاهه اللي بيقضيها في الاتحاد مع شويه صلاحيات كده بياخدها للحبايب والقرايب والصحاب والجيران. وتعالى بقى اوريك نزاهه المسؤولين عندنا في ان هم ما بيستخدموش المناصب في المصالح الشخصيه. يعني مثلا قلت لك قبل كده ان مدرب منتخب مصر كان رئيس الاتحاد، وان الاستاذ محمود اشرف هو ابن رئيس
رئيس الاتحاد، وما تقوليش ان هو بقى راجل لعيب والنزاهه والشفافيه والكلام ده كله خالص، لا، قلت لك برضو ان هو تصنيفه على مستوى مصر ال 24، يعني قدامه 18 واحد، ومنتخب مصر ده بياخد 5 لعيبه، افضل 5 لعيبه. تقدر تقول لي هو عدى المراكز دي كلها ازاي؟ انا اقول لك، عدى بالليل وهو نايم. وبما اني قلت لك برضو ان عندنا اتحاد شايف شغله على اكمل وجه، فجاب الكابتن شوقي غريب فشل، فراح عامل ايه؟ راح جاي الكابتن اسامه نبيه فشل، فدلوقتي بيقرر يرجع كابتن شوقي غريب تاني، وطبعا هيفشل، وهيقرر يعمل ايه؟ يرجع اسامه نبيه تاني. واما على الاتحاد فحدث بقى ولا حرج، كابتن هاني ابو ريده جه وفشل فشل ذريع جدا مع منتخب مصر، ماشي، راحوا جايبين كابتن جمال علام، راح عامل ايه؟ راح فاشل برضه فشل ذريع، راح ماشي، وراح جاي كابتن هاني ابو ريده تاني. مفيش اسماء بتتغير. وهنا بقى لازم تسال نفسك سؤال مهم، ليه اي لعيب اول ما بيجي له تجنيس في منتخب مصر وانه يلعب باسم بلد تانيه بيروح على طول وما بيفكرش كتير؟ انا بقى هجاوبك عشان انت عارف ان انا ما بحبش اسيبها لك مفتوحه كده، ولا اقول لك؟ انت اكيد فهمتها لوحدك. تعالى بقى نبص على اكبر مثالين عندنا، محمد صلاح وعمر مرموش. هل الاثنين دول انت كاتحاد قدمت لهم اي حاجه في اللي هم وصلوا له؟ الاجابه طبعا لا. هل اي لعيب في منتخب مصر قدر ياخد برونزيه او قدر يحقق انجاز انت قدمت له اي دعم؟ برضه الاجابه لا. بص يا معلم، عشان اسهل عليك الامر هفهمك حاجه، احنا عندنا دوري فيه 21 فريق، تخيل ان فيه 6 انديه جماهيريه و15 نادي انديه شركات، ده غير طبعا بقى ان الاتحاد ومجالس الاداره وبعض المدربين بيحسنوا دخلهم شويه بعد الظهر. تفتح التلفزيون تلاقي اللي بيقدم برامج، تلاقي اللي ناقد رياضي، تلاقي اللي محلل، تلاقيه بيعمل اي حاجه عشان يحسن دخله. انا حاسس ان انا فضفضت قوي في الحلقه دي، بس يلا مش مهم، كله فداك. في النهايه مبروك لمنتخب المغرب الشقيق الفوز بكاس العالم للشباب، وبالمناسبه هم بيعبروا عن العرب اللي لما بيشتغلوا بجد ويطوروا يقدروا يسودوا العالم. اما بقى عن منتخبنا احنا فبنتمنى الاداء المشرف في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. اخر حاجه عايز اوجهها للمسؤولين عن الرياضه في مصر، بالله عليكم بالله عليكم، الرياضه دي الحاجه الوحيده اللي بتفك همنا وبتشيل تعب اليوم والقرف والمشاكل اللي بنواجهها طول اليوم، فبالله عليكم ما تكرهوناش فيها، احنا بجد قربنا نقرف. كل اللي احنا طالبينه ادوها لواحد بيفهم فيها بس مش اكتر، بلاش تعاملوها على انها ورث بتدور من ده لده لده لده، ومحدش عارف اي حاجه ومحدش فاهم اي حاجه ومحدش عارف يدير اي حاجه. والله العظيم والله العظيم لو سالت نص الجيل اللي طالع هتلاقيه ما بيتفرجش على الدوري المصري اصلا. واخيرا ارجو من كل الناس سواء اهلاوي او زملكاوي يدعي لامام عاشور بالشفاء العاجل، لان امام عاشور حالته صعبه جدا 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 وهو محتاج دعمنا دلوقتي في كل لحظه وفي كل ثانيه. اتمنى ان امام عاشور يرجع تاني، اتمنى ان امام عاشور يبقى كويس، اتمنى ان امام عاشور يعود للملاعب، اتمنى ان اخواتنا الزملكاويه يدعوا له من كل قلبهم. الرياضه عباره عن اننا بنستمتع بيها بس، لا بنتمنى الاذى لحد ولا بنتمنى ان حد يحصل له حاجه. لو عايز تتعلم الكوره على اصولها وتفهم ايه اللي بيحصل فعلا في الماتش ما تنساش تتفرج على الحلقه اللي فاتت لانها مهمه جدا جدا جدا، هيظهر لك اللينك بتاعها دلوقتي. وما تنساش يا حبيب قلبي اللايك والشير واشتراك في القناه، وسيب لنا تعليقك وقول لنا شايف المنتخب المصري هيعمل ايه في كاس العالم اللي جاي. سلام.